سلام 2022 سالات وغنبداو عام جديد، وبزاف الناس ما قادرينش يستوعبوا ان عام كامل مشى بحاله وغادي نبداو عام جديد، بل اكثر من هكا. كاين اللي من 2019 وهو حاس براسو حاصل ما قادرش يزيد للقدام، ما قادرش يتيق ان الاعوام راه كتفوت 3 سنين كامله دازت. كاين اللي كيحس بها انها تسرقت من العمر ديالو وما دار فيها حتى شي حاجه. وفي الوقت اللي كاين شي ناس كيزهاو وكيفرحوا كينشطوا في راس العام، كاين واحد الكاتيجوري ديال الناس كيخافوا وكيجيهم احساس خايب في هاد الايام، حيت كيقولوا مع راسهم ها هو عام واحد اخر عاوتاني زال من العمر ديالنا، النهايه قربات. وفي هاد اللحظه كيبدا تانيب الضمير واللوم. علاش ضيعت الوقت في شي حوايج ما تستاهلش؟ علاش ما درتش داكشي اللي كنت باغي نديرو؟ علاش وصلت لهاد العمر وانا مازال ما حققت حتى شي حاجه؟ الناس الصغار مني داروا بزاف د الحوايج وانا مازال ما درت والو. واحد الزعلوك ديال العواطف غريب كيجي الانسان في هاد الايامات. من واحد الناحيه الانسان كيحس بالحماس حيت غيبدا عام جديد، غيحاول يكون فيه مزيان ويخدم على راسو ويطور داكشي اللي عنده. ومن ناحيه اخرى كيخاف ان هاد الحماس يبدا في الاول زوين ولكن من بعد يطفى ويلقى راسو رجع للحاله اللي كان عليها من قبل وكانه حتى شي حاجه ما تبدلات. حاجه واحده اللي كتبدل هي ان العمر كيتزاد فيه عام واحد اخر وكنقربوا اكثر واكثر من النهايه. شوف باش نجيك من التالي، العمر هو مجرد رقم، والاعوام راه بحال 22 بحال 36، ما غيتبدل والو الا ما تبدلتيش انت. فاش كنجلس مع راسي وكنحاول ندير الغيكاب لداكشي كامل اللي فات، المشاعر اللي كنحسوا بها في داك اللحظه هي اللي كتاثر على النظره ديالنا لداكشي اللي فات. الا كنت كنحس براسي مرتاح وراضي كنشوف غير الذكريات والحوايج الزوينه اللي وقعت لي من قبل. اما الا كانوا المشاعر مخربقين وكنت حاسس براسي مأزم، دونك غادي يجيو لبالي غير الحوايج الخايبه، غير اللقطات والمشاهد والناس اللي اذاوني، وكل ما تفكرتها كل ما كتزيد تبلوكيني وكتأزمني اكثر وكنحس براسي حاصل ما قادرش نزيد للقدام. هذا علاش دابا حنا في البدايه ديال عام جديد، دونك ما فيها باس نعطي وقت لراسي نجلس بوحدي في شي قنت زوين ونبعد على الناس وعلى الصداع. الا عندك شي بلاصه كترتاح فيها كتجلس فيها بوحدك وكتصنت على عظامك، سير جلس فيها وتمزك ليا على راسك. غتلقى صفاء الذهن، يعني غتقدر تفكر بطريقه صحيحه، طريقه واقعيه، وما غتخليش المشاعر ديالكم اللي يتحكموا فيك ويتحكموا في داكشي اللي غادي تفكروا. جبد داكشي كامل اللي عشتي في العام اللي فات، او جبد كاع داكشي ديال حياتك كامله. شنو هما الحوايج الزوينه اللي وقعت لك؟ شكون هما الناس الجداد اللي تعرفتي عليهم؟ شنو هي الاهداف اللي وصلتي ليها او الاهداف اللي راك خدام عليها وقريب توصل ليها؟ وشنو هي الاهداف اللي مازال ما وصلتي لهاش او راك عكزان تخدم عليها؟ في المقابل غتشوف حتى المواقف الخايبه والبلانات اللي درتيهم وجرحوك، وشكون هما الناس اللي خانوا الثقه ديالك. حط هادشي كامل قدامك، الحوايج الزوينه الحوايج الخايبه، وخلي عقلك وهو كالم ومرتاح وصافي هو يحاول يغربل داكشي اللي فات. غادي يشوف شنو هما الحوايج الزوينه اللي درتيهم وغادي يبني عليها وغادي يستافد منها، وغادي يشوف شنو هما الحوايج الخايبه غادي يستافد التجارب منها ويتعلم منها الدروس. حيت اي حاجه خايبه واخا تكون حياتي دوزتها كامله غتكرفس وعذاب، هذاك الشيء راه دخل فيا، داك الشيء غيعطيني الحكمه والنضج اللي غادي نحتاجو باش نبني المستقبل المزيان. ومن طبيعه الحال خاصني نشوف حتى الحوايج اللي خاصها تزول، الحوايج الخايبه والناس الخايبين، حيت راه كاين شي ناس كنصبروا عليهم وكنعطيوهم الفرص ومع ذلك هما مصرين انهم غير يستغلونا ويأذيونا ويجرحونا. هاد النوع ديال الناس خاصهم يزولوا، وخاصك تبدا صفحه جديده نقيه بلا بهم، وبلا ما تخليهم يبقاو جالسين في حياتك وكيكونسوميو الانرجي ديالك وكيعمروك بالنيجاتيفيتي. ونرجع ونقول انه بحال البارح بحال اليوم ما غيتبدل والو الا ما تبدلتيش انت. وبالنسبه لي راس العام وبدايه العام الجديد هي فرصه وطريقه كنقسموا بها العمر ديالنا، باش هكا كنعطيو لراسنا فرصه فين نقادو الحسابات ديالنا. داز هذا العام غادي ندير المراجعه، نشوف شنو الحوايج الزوينه الخايبه ونقاد المسائل ديالي باش نبدا العام اللي موراه بطريقه احسن ونحاول نستافد منه لو ماكسيموم. هذا علاش كاين راس العام. اما داكشي ديال الزهو والنشاط والاحتفالات نخليوه الوقيته اللي نحققوا فيها شي نجاح مهم، نجاح زوين، نحس براسي احسن، مفيد لراسي مفيد للمحيط ديالي، ودرت شي حاجه اللي الناس كتشوف فيا الشوفه ديال الفخر. داك الساعه غادي يكون الزهو والنشاط بحلاوته. دابا السؤال المهم اللي كيدور لك في الراس ومتاكد انك كتفكر فيه هو كيفاش نستافد من العام الجديد باحسن طريقه؟ شنو هما الاهداف اللي خاص نخدم عليها؟ كيفاش ما نضيعش في هذا العام هذا كيف ضعت في الاعوام اللي فاتوا؟ كنظن ان المشكل اللي كاين ماشي في الاهداف، راك ديجا عندك في راسك شي حوايج باغي تخدم عليهم، شي حوايج باغي توصل لهم. المشكل كاين في الطريقه كيفاش توصل والوقت اللي كيتسرق منك وما كدير فيه والو. وخلاص كاين المشكل ديال العجز والكانه اللي ما كتكونش. هذا علاش في هذا الفيديو غادي نعطيك جوج النويطات، جوج اللعيبات وهما ساهلين ولكن بغيتك كديرهم في العام الجديد وتقاتل على قبلهم. وكنأكد لك ونضمن لك انه ان شاء الله هاد جوج اللعيبات على بساطتهم غيديروا بزاف ديال الفرق في حياتك، وغتحس ان هاد العام الجديد احسن من داكشي كامل اللي فات. اول حاجه واول لعيبه هي اننا خاص نقادوا العلاقه ديالنا مع التليفون، ما نبقاش عاطيه وقتي كامل وهو كيسرقوا مني وانا ما كنستافدش منه. دخل وصفي لي كونط ديالك، زول عليك لي كونط ولي باج اللي ما كتستافد منهم حتى شي حاجه. واحد داير لايف كيعاودنا على شي تخربيقه، ولا واحد كيدير ريفيو على شي فيديوهات ديال الشينوا ولا ديال القمر وما عرفتش داكشي، انا شنو غنستافد؟ شنو الاضافه اللي غيعطيني فيديو فيه 10 دقائق 20 دقيقه كتسرق من حياتي؟ واحد كيدخل فلوس لادسنس ومبرع مع راساتو وانا جالس كنتفرج فيه وحل فمي. شنو غنستافد؟ الا شفت شينوي
كيصيد الحوت بواحد الطريقه عجيبه وانا ما عنديش حتى البحر حدايا. شنو الاضافه اللي غيعطيني هادشي؟ حتى حاجه. دونك هذا النوع ديال الكونتوني اللي ربما نتفرج فيه غيسرق لي وقتي وما غنستافد حتى شي حاجه، بلاش منه. خلي غير الناس الصفحات لي كونت اللي ممكن تستافد منهم شي بركه. ومن ناحيه اخرى منع راسك من داك اللعيبه ديال اخي بحاجه كتوقع لينا هي هذه، كتلقى راسك جالس ساعه ساعتين 3 سوايع ليله كامله وانت غير اون فوا تلقى راسك طالع هابط في فيسبوك ولا في انستغرام، عارف راسك راك كتضيع الوقت. حبس. وغتلاحظ واحد القضيه انه فاش كتسالي داك السكرول وغي طالع هابط كتحس براسك عييتي. السبب هو ان دماغك في ذاك اللحظه كيبدا ياخذ بزاف ديال المعلومات والمعلومين دير بها اخبار، احداث، قصص، فيديوهات، غير كتشوف وماشي. انت بالنسبه لك راك جالس ومتكي ومرتاح، ولكن دماغك راه كيضرب تماره. خاصو يحلل ويفهم اي حاجه كيشوفها، خاصو يضرب تماره باش يفهم ويستوعب شنو واقع في داكشي اللي كيشوف. واللي صعيب اكثر هو ان المشاعر ديالك كتبدل بالزربه مع داكشي اللي كتشوف شي بوست كيأزم كتأزم معاه، تحت منه كاين بوست كيضحك كتضحك معاه. العواطف كتولي عندنا بحال الفلالس ديال الدرهم دغيا كيموتوا، من الحزن للضحك، من الضحك للحماس، من الحماس للازمه. وهادشي كامل انت غير طالع هابط في انستغرام ولا فيسبوك. فاش كتسالي وكتحيد التليفون كتحس براسك وقع لك اشباع ديال العواطف، دونك ما كتبقى باغي دير والو، ما كتبقى عندك الكانه حتى الحاجه. هذا علاش الله يجازيك بالخير دخلتي للسوشيال ميديا استفدتي شي بركه، حط التليفون خرج منها ورجع لحياتك الواقعيه. من ناحيه حاول تطبق داكشي اللي استفدتيه، دير له بلاصتو في حياتك. ومن ناحيه اخرى رجع لقرايتك لخدمتك، اعطي فيهم الجهد اكثر، خدم على المواهب اللي عندك، قلب عليهم، ربما راك ما عارف عليهم حتى لعبه وممكن هما يخليو حياتك احسن. وخليك مع اي حاجه ممكن تبدل شخصيتك، تطورها وتعطيك ابعاد جديده في حياتك. سير قلب فين دير المسرح، وقف قدام الناس وهضر وعبر بالجسم ديالك وبالصوت ديالك، بدل في راسك شي حاجه. وقلب على الجمعيات اللي كدير الخير، عمر وقت الفراغ ديالك معاهم. ديك الساعات غادي تحرك العواطف ديال بصح، وما غتكونش عواطف ديال درهم، غتكون عواطف حقيقيه غتعيشها مع ناس حقيقيين، وهذا الشيء غادي ياثر فيك وغيعطيك النضج اللي كنقلبوا عليه. واذا كان عندك شي دومين كيعجبك وما قدرتيش تقرا عليه، قلب على جمعيات كتخدم في هذا الدومين هذا، دخل معاهم، حضر لدورات تكوينيه غالبا كتكون فابور او كيكون الثمن رمزي. استافد وطور راسك وغتلقى راسك كتستافد بزاف. اللي مهم في هادشي كامل هو انك دير شي حاجه اللي مفيده وما تبقاش غير جالس وما ديرش هاد القضيه هذه قبل النعاس. فاش كندخلوا للفراش باش ننعسوا هذيك الوقيته ديال الراحه، الدماغ صافي خصو يطيح الديجانكتور ويرتاح. اذا انت ما تبقاش حاضي التليفون وكتحمقوا بداك العواطف ديال الدرهم، واش هو كيقلب ينعس ويرتاح وانت عاد كتجبد له المشاكل وكتخليه يضرب تماره اكثر ويزيد يعيا اكثر. وبلا ما تقول لي كنطيب النعاس، راك في الحقيقه كتحرم راسك من النعاس. ما كتنعس بكري ما كتستافد من الساعات ديال النعاس اللي خاصك تنعسها، وكتبقى سهران وفايق على والو، على التخربيق، وكتزيد تكمل هادشي هذا كامل بالسهو. كتسهاو اللاوعي ديالك كيبقى يجبد لك داك الازمات والاحداث الخايبه وكتنعس وانت في حاله خايبه. وفاش كتنعس بصعوبه وكتفيق عيان ومسخسخ. دونك ها انت ضيعتي النعاس وحرمتي راسك من انك تدوز نهار مزيان وتستافد منه. لا نعاس مزيان لا نهار غيدوز مزيان، والحياه كتضيع. ثاني حاجه بغيتك ديرها في العام الجديد هي قاعده الخمس ثواني. فاش تعول دير شي حاجه ما تعطلهاش. فقتي من النعاس بلا ما تبقى جالس في بلاصتك وتقول وانا نزيد شي شويه، داك الشويه اللي غتزيد هو اللي غيضرك وغيحرمك وغيضيعك من بزاف د الخير. صونار ريفي وفقتي 1 2 3 4 5 زول الغطا ونوض. ساليتي الماكله وخاصك تنوض تبريباري ولا توجد شي قرايه ولا خدمه عندك، بلا ما تقول بلاتي شويه انا نشوف التليفون شنو كاين، غتندم على هادشي. ساليت الماكله، اذا 1 2 3 4 5 نوض نقرا قرايتي. هاد القاعده ديال 5 ثواني من احسن القواعد اللي غتخليك تزول العجز من الداخل ديالك وغتخليك تستافد من حياتك لو ماكسيموم بوسيبل. حيت حنا المشكل الحقيقي ديالنا هو الوقت. اللي هضرتي معاه كيقول لك انا مشغول، وفاش مشغول فوالو غير كيضيع الوقت في التليفون وجالس وما كيدير حتى شي حاجه. الوقت ديالنا كيضيع في التفاصيل التافهه. هذا علاش اي حاجه عولتي ديرها طبق عليها القاعده ديال 5 ثواني. غتلقى راسك ما بقيتيش كتعطل، ما بقيتيش معكاز، وغتولي تستافد من نهارك اللي طويل وفيه بزاف د الوقت، ما يبقاش يضيع في الخوال الخاوي. ديك الساعه تولي مشغول ولكن مشغول ديال بصح، وقتك عامر بحوايج مفيده بالنسبه لك. وإن فوا تسالي شي حاجه مفيده غدوز مباشره لحاجه اخرى حتى هي مفيده. ما يبقاش داك الوقت الضائع كيضيع غير في حوايج جايه تخربيقات وصافي. دونك نهاراتك غيوليو عامرين اكثر بحوايج مفيده اكثر، اذا غتستافد من هذا العام اكثر. دير هاد جوج اللعيبات في العام الجديد، فرضهم على راسك. جوج لعيبات ساهلين في الشكل ديالهم، ولكن الا واظبتي عليهم غيكون هذا العام تاريخي بالنسبه لك، وغتحس براسك عشتي عام حقيقي. وفاش غيتسالى غتحس بالفخر، حيت غيكونوا تبدلوا فيك بزاف ديال الحوايج نحو الاحسن. دابا اجيني من التالي، انت واش مستعد دير هذا التحدي وتطبق هاد اللعيبات وتفرضهم على راسك وتقاتل باش انك تطبقهم وتعيش بهم؟ نتلاقاو في التعليقات باش تخلي لي الوعد ديالك. بغيتك تكتبو، واخا يجيك العجز او تخاف انك ما تنجحش غير كتب.
تقاتل ما غنخسر والو. وان شاء الله هذا الوعد اللي غتكتبو غيكون هو التحدي الكبير اللي غتخدم عليه، وغيبقى هذا الفيديو شاهد على هذا التحدي وعلى هذا الوعد. ومن دابا شويه الوقت، شهر شهرين 6 شهور التالي ديال العام، غترجع لذاك التعليق وتكتب لي انا حياتي ولات احسن، انا تطوروا فيا بزاف د الحوايج، انا وليت كنستافد من وقتي لو ماكسيموم، ما بقاش كيضيع عليا في التخربيق، ما بقاش التليفون كيحرمني من داك الشيء انا اللي ممكن نستمتع به، ما بقاوش عندي العواطف ديال درهم. ان شاء الله سيدي ربي يعاوننا ويوفقنا باش نتحرروا من هذا المشقوف ونوليو كنستافدوا منه ماشي كيضيعنا. كيف ما نقدروا نستافدوا من القاعده ديال 5 ثواني، قاعده ذكيه بزاف، مهمه بزاف، وكتلعب على الدماغ ديالنا، كتعلموا انه يتحرر من القيود ديال العجز. ان شاء الله غنتسنى الوعود ديالكم في التعليقات، هبطوا زعموا، ما تخافوا ما تدهشوا، واخا يكون التردد والخوف ماشي مشكل، احنا كنعاونوا بعضياتنا وكنحمسوا بعضياتنا، وان شاء الله يكون التغيير. قول يا رب. ما تنساش تجادوغ الفيديو وتبارطاجيه مع صحابك ومع الناس اللي كتعرف، طاقيهم الا بغيتي، غادي يكون احسن باش هكا يجيو عندنا ويشوفوا شنو كاين. وتبعني في لاباج فيسبوك ولا شين يوتيوب باش يوصلك الجديد غير يتحط. كل الاحترام والتقدير والمحبه ليكم، تحياتي ونهاركم مبروك.